أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. قبل البداية اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتتوصل دوما أنت الأول بجديدنا. لا تنسى كذلك الإعجاب والتعليق لأستمر بتقديم المزيد. والآن مباشرة إلى الفيديو. تراجعت الجامعة الملكية المغربية عن المشاركة بالمنتخب الأولمبي بكأس إفريقيا للمحليين باعتبار أنه يتشكل من غالبية المحترفين، وبالتالي استحالة مشاركتهم لعدم تزامن موعد الشان مع تواريخ الفيفا. لذلك عمد الناخب الوطني عصام الشرعي إلى توجيه الدعوة إلى اللاعبين من البطولة الاحترافية ويتجاوز سنهم 23 عام، على غرار محمد مرابط من أولمبيك أسفي، أمين فرحان من الوداد الرياضي، والمهدي بن عبيد من الفتح الرياضي، من أجل تشكيل منتخب قوي قادر على الدفاع على اللقبين الأخيرين الذي توج بهما المنتخب المغربي بالدار البيضاء في 18 بعد 2000 بالكاميرون و2021. وكان فوزي القزع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد خلال الندوة الصحفية لتقديم وليد الركراكي أن المغرب سيشارك بالمنتخب الأولمبي بنهائيات أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، بعدما تم إلغاء المنتخب الأولمبي بنهائيات كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر لتفادي توقف البطولة الاحترافية في الشهرين القادمين لازدحام روزنامة المباريات، خصوصا أن الوداد الرياضي سيكون ملزم بخوض كأس العالم للأندية بمراكش وأكادير في الفترة بين الفاتح وال11 فبراير القادم، إلى جانب برمجة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف في الشهر ذاته، إلى جانب التزام المنتخب المغربي بخصوص مباراتين وديتين في مارس القادم بتزامن مع فترة التوقف الدولي. أوضح وليد الركراكي أن عقلية بعض المشجعين المغاربة لابد أن تتغير، في إشارة منه إلى الانتقادات الواسعة التي وجهت أساسا إلى المهاجمين عبد الرزاق حمد الله ووليد شديرة بسبب الظهور الباهت رفقة الأسود. وسدد الركراكي في تصريح صحفي على أن الجماهير المغربية من حقها أن تنتقد أداء اللاعبين الذين اختارتهم لتمثيل بلادهم في المونديال، حيث نوه بالصورة الحضارية التي خلدتها في ملاعب قطر وسكر لها تكبدها عناء السفر وما رافق ذلك من مصاريف مالية كبيرة، غير أنه رفض وضع بعض العناصر الوطنية مثل حمد الله ووليد شديرة كنموذج في مقارنة مع أسماء أخرى غابت عن أسود الأطلس في رحلة كأس العالم. واختار الركراكي الدفاع عن لاعبين سلفي الذكر، مشيرا إلى أنهما قدما كل ما يطلب منهما، وأنه سيعمل خلال قادم الأيام على تقويم بعض الأمور التي لم يوفق فيها، موضحا أن بعض المقربين منه حذروه من حمد الله في إشارة إلى سلوكه داخل المجموعة، حيث قال: كانوا كيقولوا لي فيه المشاكل وغادي يجبد لك الصداع، وهو ما لم نلمسه أبدا طوال مدة تجمع الأسود. يضيف الركراكي حيث قال: السيد كان معنا راجل وكان منضبط بزاف. كما شدد الركراكي ثقته في حمد الله ووليد شديرة، رافضا مقارنتهما مع أسماء أخرى لم يتم الاعتماد عليها، مشيرا إلى أن تلك الأسماء غائبة كانت بدورها ستتعرض لنفس الانتقادات لو توقف، قبل أن يؤكد أنه سيشتغل جاهدا على تقويم مكامن الخلل التي شكلت نقاط ضعف الأسود. تحدث النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس عن أفضل اللاعبين الذين تألقوا في نهائيات كأس العالم قطر 2022، واعتبر كارلوس أن الدولي المغربي حكيم زياش كان واحدا من بين أفضل اللاعبين في المونديال. النجم السابق للريال والذي لدى وضعه قائمة أفضل اللاعبين في كأس العالم على حسابها الشخصي على الانستغرام اختار زياش ضمن تلك القائمة، معتبرا إياها الأفضل في مركزه وأكثر اللاعبين تأثيرا في نهائيات كأس العالم. وجوابا على سؤال بخصوص أفضل اللاعبين في مونديال قطر، رد روبرتو كارلوس بإعطائه قائمة ليفاكوفيتش وأوتاميندي وأليكس وساندرو وتشواميني وزياش ومبابي ومودريتش. وفاجأ النجم البرازيلي صاحب اليسرى القوية للجميع بعدم اختيار النجم الأرجنتيني ليو ميسي ضمن قائمة أفضل اللاعبين في كأس العالم قطر 2022، بالرغم من تتويجه
باللقب العالمي. وكان الدولي المغربي حكيم زياس نجما من نجوم كأس العالم بقطر، نظير المستوى الكبير الذي قدمه ومساهمته الكبيرة في تحقيق المنتخب المغربي لإنجاز تاريخي غير مسبوق ببلوغه دور نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع عالميا. إلى هنا نصل إلى النهاية. في الأخير لا تنسى الإعجاب والتعليق وكذلك الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل دوما أنت الأول بجديدنا.